يا مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. العيد خلاص على الأبواب، وعايزين كل يوم كده وصفة حلوة في المطبخ سهلة ومنجزة ما تاخدش معانا وقت. ما لقيتش أحسن من البيتزا إن أنا أقدمها لكم مع شوكة الكبار والصغيرين. النهاردة بقى هعملها لكم بطريقة حلوة أوي وتجنن، وطريقة جميلة جدا يعني أحسن من بتاعة بره كمان. شايفين شكلها عامل إزاي؟ حتى الخبز بتاعها مظبوط بالظبط. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير مع الأول خالص. أنا هاجيب البولة اللي أنا هاعجن فيها بقى سواء في العجانة أو في بولة تانية خارجية. هاحط فيها معلقة كبيرة من الخميرة أو كيس خميرة فورية. ينفع طبعًا نستخدم الخميرة البيرة وتبقى مثلًا في حجم يعني عين الجمل كده. أضيف عليها معلقتين كبار من السكر وهو ده أصلًا مقدار السكر اللي أنا هاستخدمه، وأضيف شوية مَيّة، وأكون مجهزة نُص كيلو دقيق ومعاه معلقة صغيرة من البيكنج باودر الممسوحة ورشة من الملح. قبل ما أقلب كده البيكنج باودر في الدقيق آخد معلقتين كده من الدقيق وأقلب كل المكونات السايلة دي مع بعضها، الخميرة مع السكر مع معلقة الدقيق واركنهم كده على جنب شوية. بعد أمّا أقلّبهم، بعد أمّا أغطيهم كمان وأسيبهم يخمروا مع بعض. إيه بقى فايدة الحاجة دي اللي إحنا بنعملها؟ إن أنا أول حاجة أتأكد إن الخميرة شغالة معايا ومش بايظة عشان ما أبوظش العجين معايا، والحاجة التانية إن أنا أخلّي العجينة بتاعتي تبقى هشة أكتر. بعدها هانزل بنُص كيلو كده من الدقيق ومعاهم نُص كوباية من اللبن. نقدر نحط زبادي، نقدر نحط لبن، نقدر نحط أي حاجة. تقدروا برضه تستخدموا معلقة من المايونيز بيدّي طراوة حلوة أوي للبيتزا. بعدها هانزل ب3 معالق كبار من الزيت، أو ممكن الناس اللي بتحبها تبقى يعني ناعمة شوية ممكن أنزل بربع كوباية من الزيت. بعدها أنا أحط كده شوية مَيّة وعلى العجانة كده كلّها على بعضها آخُدها وأعجنها. تقدروا طبعًا تعجنوها على رخامة المطبخ وتستخدموا كده بقى عضلاتكم الجميلة وتدّوها ما ترحموهاش. أنا كده عجنتها في العجانة كويس وباسيبها يعني على أعلى سرعة لحد أمّا تبقى ناعمة معايا خالص. أنا هنا العجينة بتاعتي ملزّقة شوية. من أهم يعني عوامل نجاح العجينة إن العجينة بتاعتي تبقى ملزّقة شوية، كده أعرف إن العجينة بتاعتي هتبقى هشة. لأ ما اضيفلهاش دقيق، هي كده تمام، هي كده مضبوطة. أنا بس عشان التلزيق اللي هيحصل كده أثناء ما أنا هاخدها على الرخامة وابتدي إن أنا أشكّلها كده وأقطّعها، بادهن بس إيدي شوية كده من الزيت علشان تبقى سهلة كده معايا في يعني إيه وتاخد وتدّي معايا. شايفين العجينة كده وجمالها ناعمة إزاي؟ شايفين مكوّنة شبكة وتحفة يا جماعة. أصلًا المقادير بتاعة العجينة دي تقدروا تستخدموها لأي نوع من أنواع المعجنات، مش هتقول لأ، بل بالعكس جميلة جدًا وتحفة. أنا هنا كده شكّلتها بشكل أسطواني، وبعدين هاقطّعها بالقطّاعة وآخدها على 3 بيتزات، يعني 3 كِوَر دُولة هيعملوا لي 3 بيتزات. الكيلو هيطلّع لنا 6 بيتزات، النُص كيلو عمل لي 3 بيتزات يعني محترمين. بصراحة كانوا حلوين جدًا. أبتدي بقى كده إن أنا أكوّرهم. شايفين نعومة العجينة معايا يعني شكلها عامل إزاي؟ ملساء يا جماعة. خلاص كده أغطّيهم وأسيبهم كده بقى على رخامة المطبخ لحد أمّا يخمروا معايا. نقدر طبعًا نحطّهم في صينية وندخّلهم على فرن درجة حرارته دافية أكون مسخّناها قبل كده وبس موطّياه يعني أكون طفيته. هو بس يعني إيه الحرارة بتاعة الفرن هي اللي تبقى إيه فاضلة عشان الخميرة بتاعتي ما تموتش. طريقة بقى الخبز بتاعتي، أنا عندي صواني التيفال أو الصواني الألومنيوم. إزاي بقى أستخدم الصواني الألومنيوم وما تلزقش معايا؟ باجيبها أرشّها بشوية زيت وأعفرها بمعلقة دقيق وبعدين أحط فيها العجينة. الصواني التيفال أنا باكتفي إن أنا أدهنها بس بالزيت لا أكتر ولا أقل. أنا باحب بصراحة الخبز في الصواني التيفال دي بتبقى فعلًا تحفة وما بتاخدش وقت. نوع بقى الجبنة اللي إحنا هنستخدمها، أنا معايا جبنة خاصة البيتزا. بصراحة كنت أول مرّة أجرّبها ما عجبتنيش أوي، يعني أنا يعتبر بالنسبة لي الأطباء أحسن. أي جبنة طبيعي وموتزاريلا بتبقى أحسن، وجبنة رومي. وطبعًا الجبنة الشيدر في البيتزا طبعًا الطبيعي ما يُعلاش عليها. أنتم بقى بتستخدموا أنواع جبن إيه قولوا لي في الكومنتات. الحشو معايا زيتون ومعايا سوسيس ومعايا كده شوية فراخ كانوا فايضين عملتهم كده شاورما سريعة. أنا هنا طبعًا عشان المستعجلة ده كله حصل يعني في ساعة قبل الفطار. جبت الصينية وحطيت العجينة وبعدين دهنتها كاتشب. ما كانش عندي وقت خالص إن أنا أعمل صلصة بيتزا. ينفع طبعًا بدل الكاتشب أحط معلقة من الصلصة وأضيف عليها أخففها بشوية مَيّة كده، وبعدين أحط معاها معلقة كبيرة من السكر ورشة ملح، وبعدين آخُدها كده بشوية زعتر وأحطها على البيتزا وتبقى عندي. حطيت كده نُص مشكّل كده من السوسيس والعجينة بتاعتي كانت خمرانة وزي الفل. يعني حطيت الجبن بقى بتاعتي ودخّلتها الفرن خدت يا دوبك كده من تحت
الحمار المناسب، وبعدين طلّعتها رشيت عليها شوية الجبن الموتزاريلا، وبعدين دخّلتها الفرن خدت لون. طلعت يا جماعة حطيت عليها كده شوية من زيت الزيتون مع التوم المهروس، بيدّي طعم خطير للبيتزا وهي لسه طالعة من الفرن. وما تنسوش طبعًا إن أنا اديتها كده قبل ما تدخل الفرن رشة صغيرة كده من الزعتر على الوش، بيدّي ريحة تحفة يا جماعة، وبتبقى ريحة البيت عاملة زي كده ريحة محلات البيتزا معانا بالضبط. النهارده كانت الوصفة تحفة وجميلة جدًا، الولاد كلها هتحبها، وفعلًا هتدعوا لي على العجينة والطريقة دي. ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أنا ديجا، باي باي.